بتعرف شو أصعب شي؟ مش الوجع نفسه، أصعب شي إنك تسكت عنه، إنك تحمل كل هالمشاعر بقلبك وتتصرف كأنه ما في شي. كتير مرات منوجع ومنقرر ما نحكي، يمكن لأنه ما بدنا نزعج حدا، أو لأنه حاسين إنه ما حدا رح يفهمنا، أو يمكن لأنه تعودنا نخبي كل شي جواتنا ونقول عادي. بس الحقيقة ما في شي بيروح إذا ما حكيته، كل كلمة منسكت عنها بتضل جواتنا، بتتراكم شوي شوي وبتصير حمل تقيل عم تجره كل يوم. منصير نضحك قدام الناس ونقول أنا منيح، ويمكن حتى نضحك من قلبنا لحظات، بس بيننا وبين حالنا في شي موجوع، في شي مكسور، في حكي كتير ما طلع. يمكن نحن منسكت لأنه تعلمنا إنه القوي هو اللي بيتحمل، اللي ما بيشتكي، اللي بيمشي وبيكفي مهما كان تعبان. بس يمكن القوة الحقيقية مش إنك تسكت، القوة الحقيقية إنك تكون صادق مع حالك، إنك تعترف أنا موجوع، أنا تعبان، أنا بحاجة حدا يسمعني وحدا يفهمني. مش لازم تشرح كل شي للناس، مش لازم الكل يفهمك، بس على القليلة لاقي شخص واحد ترتاح له، شخص بتحس إنك فيك تكون على طبيعتك معه بدون تمثيل. وإذا ما لقيت، احكي مع حالك، ايه، احكي مع حالك بصوت عالي، قول كل شي جواتك، لأنه حتى صوتك إلك ممكن يريحك. ما تستهين بالحكي، ولا تستخف بدمعة، ولا بإحساس صغير عم تحاول تخبيه، لأنه الفضفضة مش ضعف، الفضفضة راحة. ويمكن، بس يمكن، أول كلمة بتطلع منك، أول مرة بتقرر ما تسكت، تكون بداية طريق أخف وبداية راحة كبيرة جواتك. وإذا حسيت إنه هالكلام بيوصفك وبيشبهك، اكتب لي بالتعليقات، خلينا نحس إنه ما حدا بهالدنيا لحاله.